الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 3 من الشهر الرابع من عام 1438 للهجرة المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة اختطاف الشيخ محمد بن عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله في بلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق ل14 من الشهر الثالث من عام 1438 للهجرة، والمعلن عنها بتاريخ 15 من الشهر الثالث من عام 1438 للهجرة، والتي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة. وامتدادا للتحقيقات التآمرية والتي تحولت بفعل فاعل إلى بوق يصدر الأصوات والفتن المزعجة. وفي قطر ومنذ انقلاب حمد بن خليفة على أبيه بدأ تنظيم الحمدين في البحث عن بوق أسود يحمل أتراب الفتنة على جناحيها، فوجدوا في عبد الله العذبة المري ضالته. فالبوق الأسود عبد الله العذبة لا يحمل أي نجاح، وإنما يعرض كتلة من الدسائس والمؤامرات والتي تنتهي بصاحبها إلى مزبلة